عشان خاطري يا ابني بلاش فضايح قدام الناس، عشان خاطري انا هقول لك على كل حاجه. جوزها مضاها على عقد بيع البيت زي ما مضاه ورماها في الشارع، نعمل ايه؟ نسيبها بقى تجيب لنا الفضيحه والجرثه ولا نلمها؟ عشان خاطري انا يا ابني ورحمه ابوك تسمعها، البت ندمانه وحاسه بغلطتها وربنا يا ابني بيسامح. عشان خاطري خليك انت الكبير، صلي على النبي وخليك الكبير. انا قلت لها اللي تبيع امها واخوها عشان واحد ما تتصنش وما تستحقش انها تتصن، ودي النتيجه اهي. معلش يا حبيبي اسمعها، هي عارفه ان هي تستاهل قطم رقبتها، بس برضه اسمعها عشان خاطري. يلا صلي على النبي وتعالى اقعد، تعالى بس تعالى، معلش تعالى اقعد اقعد يا ابني، استهدى بالله اقعد. بسم الله عليك، تعالي اقعدي. ايه اللي حصل يا بنت؟ كنتي موتي روتي. ايه ده موتي شفتي عسله جماله يا ناس، على امك عسله برضه. يالا بصي اللي تدب بياد بالصلاه على النبي. لعلمك بقى الواد ده هيطلع شبهي. اعوذ بالله، انت شبهي انا؟ انت على طول كسره بنفسي كده يا راغده عشان اموره يعني. ماشي يا ستي اتفضلي. 10 خواتم دهب عيار 24 عشان لما يكبر شويه يعرف ان حياته كلها اللي جايه معايا هتبقى دهب. طب وانا ما جبتليش حاجه؟ انا اجيب لك الخير كله والذهب كله والعمر كله يا راغده. وعشان اريحك جبت لك شغاله. جبت لك شغاله في البيت. من هنا ورايح ما ينفعش تعملي حاجه بنفسك، انت تقعدي كده وتستتي وواحده تشوف شغل البيت عشان تفضل الواد. وانا همشي من هنا امتى؟ المفروض يعني الدكتور قال تخرجي النهارده بس براحتك. بص انا يهمنيش في الدنيا دي غير راحتك. لو هاجر لك المستشفى دي كلها بس انت تبقي مرتاحه. يعني بعد اللي حصل ده كله ونرمي لحمنا؟ المسامح كريم يا ابني. منصور الكلب دي ناولني رقبته بس. ماشي. البت جابت له الواد، البت جابت له الواد، هتاخد كل حاجه بنت الكلب. ما تهدي يا اختي كده وتتبطي شويه يا اختي. المفروض نجيب لها هديه كده ونروح لها علشان نكسب وده ورضاه. نكسب ود مين؟ انت معايا ولا عليا؟ هو احنا مش اتفقنا ان احنا نخلص منها؟ لا يا اختي، انا لما فكرت لقيت ان احنا هنخسر كل حاجه، وبصراحه يا اختي الراجل مش حارمنا من حاجه، نعمل كده ليه؟ انت معايا ولا عليا؟ انا يا اختي مع العقل. الشيطان يا اختي ما تخلوش كده يلعب في دماغك ويغويكي. وبعدين يا اختي الراجل يعني بصراحه مش حارمنا من حاجه، وبعدين على راي المثل نص العمى ولا العمى كله. خليك انت سلبيه كده، انا بقى هعرف هعمل ايه. يلا بيه اطلع من هنا. انا دقيقه واحده بعد اذنك، الراجل جاي يركب ونمشي على طول. انا مالي بالراجل، انا بقول لك اطلع من هنا، انت واقف في الممنوع. باشا ربنا يكرمك، دي تاني توصيله النهارده. توصيله؟ هو انت شغال عليها؟ يا باشا انا شغال اوبر. اوبر. طب انزل يا عم النجم بقى، انزل يا عم النجم وهات رخصك. يا باشا ليه؟ ما انا كده كده ماشي. انزل وهات رخصك، اتفضل. ايه يا امين؟ في ايه؟ لفندي واقف في الممنوع بقول له انزل وهات الرخص، بيقول لي انا مستني زبون، وبعدين انت شغال في اوبر. اوبر؟ رخصك فين يا استاذ؟ اتفضل يا باشا. هات دفترك. والله العظيم يا باشا انا كنت ماشي. يعني ملاكي ومركب الناس بالاجره. ماشي حلو، يبقى روح ادفع المخالفه بقى في النيابه واستلمها من هناك. يا باشا اقسم بالله انا لو معايا ادفع الغرامه ما كنت اشتغلت عليها. انا نازل اكل لقمه عيش بالحلال. خد يا سيدي رخصك ايه؟ كل عيش ما تقفش تاني في الممنوع. يلا اتكل على الله. ربنا يكرمك يا باشا، الف شكر. الله احمد ربنا ان الباشا اديها لك. ميرفت. نعم يا ست هاني. حضرتي الرضا على احمد؟ بحضرها جوه. لا خلاص، سيبي اي حاجه في ايدك وخلصي له الرضا. حاضر حالا. خدي نيمي جوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. امسكي بالراحة. حاضر. بودي 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 موني بوني بوني موني. ايه مالك؟ قاعدة مهمومة ليه؟ مش الواد كويس والحمد لله؟ وانت كويسة؟ الحمد لله مش مهمومة ولا حاجة. بقول لك ايه؟ ورا ست الستات. انا عايزة اعمل مركز تجميل. تجميل ليه؟ ما انت زي القمر اهو. يا راجل مش انا اللي اعمل تجميل، عايزة اعمل مركز تجميل. مشروع يعني. مشروع. ماشي، افكر. لا ما تفكرش، رد عليا دلوقتي. ارد عليك دلوقتي في ايه يا رغده؟ انت قادره تقفي على طولك ولا تاخدي بالك من العيل اللي معاكي؟ هتفتحي بقى ومحلات وناس وزباين وموظفين، هتقدري على كل ده؟ هقدر، مالكش دعوة انت. ماشي، ما جراش حاجه، نعمل لك مركز تجميل. دور على مكان كده كويس ونشغله، مشروع حلو، البلد كلها عاهات. ماشي، اما نشوف هتعمل ايه. هو انت هتكتب عليا رسم امتى؟ ايوه كده بقى، هو ده الكلام الحلو، تختمن على لساني. انا خلاص اتفقت مع المأذون يجي عشان نكتب الكتاب، عشان يبقى شهادات الميلاد والحاجات دي كلها رسم. بس انا عندي شرط. تاني؟ ماشي، شروط يا ست الستات. العصمة تبقى في ايدي. نعم، وانا ايدي مقطوعه؟ هو ده شرطي بقى، لو كنت عايز تكتب الواد باسمك. بس ما ينفعش الكلام ده يا رغده. بس ده لو شرطك ماشي. أنا قلت أجي أسلم عليك قبل ما أمشي، أصل أنا خلاص خارج بكرة الصبح والتسوية اتقبلت. مبروك عليك. مش عايز تخرج معايا عشان تصفي حسابك مع منصور وترجع البيت اللي اتسرق منكم؟ وأنت إيه اللي عرفك بالحاجات دي؟ ما أنا قلت لك أنا مش برمي فلوسي في الأرض، وكل كبيرة وصغيرة عرفتها عنك. فكر كويس يا أيوب، ولو عاوز تخرج من هنا هخرجك كده في لمح البصر، وقبل أي حاجة هتعملها هتجيب حق أختك وتصفي دم حبيبك. ده رقم هسيبهولك عشان أنا عارف إنك هتشاور عقلك، ولو حبيت تكلمني قول للصلاح عبد الله هيخليك تكلمني. سلام يا صاحبي. امضي لي هنا ومضي العروسه. بس كده؟ ربنا يبارك فيك يا عم الشيخ. الف مبروك. الله يبارك فيك. الف مبروك. حالا. الف مبروك يا عروسه. خد امضي. قبل ما امضي، العصمة في ايدي. انت مش بتعرفي تقري ولا جاهله زيي؟ وانا مشكلتي الجهل. اقري هنا. وريني. اهو. ألف مبروك يا عروسة. ألف مبروك يا رغدة. مبروك يا ابو احمد. مبروك يا ام احمد. طب انا هقوم اراضي الناس دي. شكرين يا عم الشيخ، ربنا يبارك فيك. الف مبروك الف مبروك.
يلا مش الشهود مضوا؟ تمام. يبارك لهم اديهم يد الحاجه اللي في العربيه. تمام السلام عليكم. نورت بيتك ومكانك يا رغده. ولا بنسى عمر يا استاذ منصور. مفيش مبروك يا بقف. الف مبروك يا عمنا يا سيدي الناس. حلوه الزلموكه دي. زلموكه مين يا بقف؟ شبح. بقول لك ايه، عايزك كل يوم فوطه وتطوقها لي كلها كده، تخليها ايه، مرايه. اقول لك على حاجه، الحسها بلسانك كل يوم كده، خد الكبوب بلسانك جوه المرايه. عناية يا برنس الليالي. ماشي. الف مبروك يا نجم. حلوه قوي. الله يبارك فيك يا عسل. على كده دي اوتوماتيك يا عمهم؟ امال ايه ده، بتس 6 غيار. بسم الله ما شاء الله، سكه ودغري يعني، ربنا يكفيك شرها، عايقه ورايقه. ربنا يبارك لك. اقول لك على الكبيره بقى، الطابلو بتاعها فيه ثلاجه، يعني ممكن تخلي الحاجه تنزل لنا ازاز نسقعها جوه. سبحان الله، ده العلم اتطور قوي. بقول لك ايه يا عمهم، فيها تليفون دي؟ تليفون هتعمل بيه ايه التليفون؟ عشان تتصل بالمسافه يا حب. اسمها هاتوا العيال دي الحراميه، الحقونا يا ناس، الحقونا يا ولاد الكلب، يا دي منسى، حد يلحقنا يا جدعان هنا يا جدعان، خرب بيتك يا منصور، الحقونا يا ناس، حد يلحقنا العربيه بتولع. انت ما بتتهمش حد معين يا اخ منصور؟ حد من اي جهه؟ طيب سعادتك يعني ايه من اي جهه؟ ما حسب سعادتك. انت ليك اعداء او خصوم معينين؟ برضه الحاجات دي سعادتك ما تضمنش قوي يعني اليومين دول. انت هتغلبنا معاك ليه؟ بتتهم حد ولا لا؟ يا باشا سعادتك اصل انا ما اعرفش العيال دي، ومحدش في المنطقه خد باله منهم، وهم لو من المنطقه كانوا اتعرفوا، فانا ما اعرفش. تمام يا منصور، كده المحضر هيتحفظ، انت محامي وفاهم. فاهم يا باشا، بس امل تحريات المباحث تجيب اي حاجه، ربنا يستر. تمام، اكتب يا ابني. يقفل المحضر في ساعته وتاريخه، ويتم استعجال تحريات المباحث عن الواقع. امضي يا منصور. ماشي سعادتك.